أجدادنا كانوا يدفعون رسوم الدراسة تمر بدال الدراهم. الصف كان في خيمة أو تحت شجرة، طلاب قاعدين على حصير وكل واحد فيهم ماسك لوح خشبي، والمطوع هو لقب المعلم، يعلمهم القرآن والكتابة والحساب البسيط، والمقابل هو تمر أو عيش أو حتى دراهم بسيطة حسب قدرة الأهل. بس رغم بساطة المكان كان في احترام وكان في شغف، وكانت الكتاتيب أول خطوة في درب طويل. ومع بداية القرن العشرين ظهرت المدارس الأهلية، وكانت مبادرات من الأهالي والتجار يبنون المدارس ويجيبون المعلمين ويدرسون مواد أكثر تنوع. وبعدين في الخمسينات طلعت المدارس الحديثة، ومعها دخلوا مواد جديدة مثل الجغرافيا والعلوم والتاريخ. وفي عهد الاتحاد صارت وزارة التربية هي اللي تشرف وتطور وتحافظ على هويتنا وتعاليم ديننا، لين صار عندنا مناهج تجمع بين الأصالة والمعاصرة. وكل هذا عشان التعليم دائما كان أساس التقدم وبناء الدولة. نحن اليوم ندرس في فصول ذكية، بس ما ننسى فضل المطوع ولا فضل التمر. والحين خبروني